لو سألتك وقلت لك مكان الصفة فين في العربي هتقولي طبيعي يعني بعد الاسم الموصوف. طيب يا ترى في الانجليش مكانها فين؟ ركز معايا في المثال ده عشان تعرف الفرق ما بين الاتنين. لما اقول فتاة طيبة ده في العربي، شوف كده في الانجليش هيحصل ايه؟ kind girl. طلعت الصفة قبل الاسم الموصوف، وهو ده الفرق ما بين الصفة في الانجليش والصفة في العربي. الصفة في العربي بتيجي بعد الاسم الموصوف، اما بقى الصفة في الانجليش بتيجي قبل الاسم الموصوف. نيجي بقى للسؤال اللي انا بتسأله على طول، يعني انا لما اجي اترجم kind girl هتبقى طيبة فتاة؟ لا طبعا، احنا لما بنيجي نترجم لازم نلتزم بقواعد اللغة اللي احنا بنترجم ليها. بمعنى ان انا لما اجي اترجم الانجليش لعربي لازم التزم بقواعد العربي وارجع الصفة في مكانها تاني بعد الاسم الموصوف. هو ده الفرق باختصار ما بين مكان الصفة في العربي وفي الانجليش. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتتابعني علشان تشوف باقي الفيديوهات. مع السلامة.